عندما كنت صغيرا ولا تحمل هما. يوم الخميس بعد ما روحت من المدرسة وبتفتح الكمبيوتر أبو كرتونة وبتفتح لعبة اسمها بيس 2006 وتلاقي واحد كده قرع ولابس أزرق، فتسأل بقى مين ده وقصته إيه؟ قصته طبعا باينة وهبين لك دلوقتي قصته وحكايته، بس دوس ماتش. الإمبراطور البرازيلي أدريانو ليني ريبيرو اتولد في 17 فبراير 1982 في ريو دي جانيرو، وزي معظم اللعيبة في البرازيل هيعاني من الفقر والكورة هتبقى طوق النجاة، وبالظبط ده اللي حصل علشان في سنة 2000 تبتدي رحلة أدريانو الاحترافية وينضم للفريق الأول لنادي فلامينجو، وقدر في 24 ماتش يسجل 10 أهداف، وده طبعا رقم قوي بالنسبة لعيل لسه ما كملش 18 سنة. وعلشان كده وبسبب كمان قوته البدنية بيجيله عرض من الأزرق الإيطالي إنتر ميلان ب 13 مليون يورو، وتبتدي قصته معاهم في 2001. وطبعا بدايته مش هتبقى قوية، عيل برازيلي ناشئ يبقى أكيد هينزل آخر ربع ساعة، وفضل كده لحد ما خرج إعارة مع فيورنتينا في يناير، وأدريانو هناك لعب 6 شهور لحد نهاية الموسم، قدر يسجل 6 أهداف في 15 ماتش، وده رقم كويس بالنسبة لحد بيلعب في فيورنتينا أصلا. فانت تفتكر انه هيرجع الانتر وكده، بس في نادي ايطالي اسمه بارما يقرر يعرض على الانتر انه يشتريه، فيشتريه ب 14 مليون ونص. هي ربحانه برضه مع الانتر، ما هم جابوه ب 13 بس. وفي موسم 2002 2003 الواد ادريانو حط 15 هدف، وفي بارما امكانيات ادريانو ظهرت بقوه، طول بعرض ورجل شومه وسرعه ومهاره، حاجه برازيلي فعلا. في موسم 2003 2004 لسه بنبتدي الدوري، واول 5 ماتشات راح مسجل 6 أهداف. مجنون البرازيلي. الانتر وقتها أدرك غلطته وعاد معتذرا وقرر يتعاقد مع أدريانو تاني، والحمد لله الاتنين رجعوا لبعض ب 23 مليون يورو. وفي نص الموسم الثاني لعب 18 ماتش سجل فيهم 12 جون وعمل أداء عالي. مجنون البرازيلي. راح مكلم أبوه وقال له ازيك يا والدي، أنا رايح بيرو علشان بطولة كوبا، ادعي لي بقى. وطبعا البرازيل في البطوله دي كانت داخله من غير رونالدو ورونالدينيو وكارلوس وكافو، فانت تقول هم رايحين ليه؟ اقول لك انت عارف بقى، مجنون البرازيلي. فيروحوا البطوله ويلعبوا ويقدموا مستوى كويس جدا لحد ماتش النهائي قدام الارجنتين، وكانوا خسرانين لحد الدقيقه 93، فادريانو لف وحطها فتعادلوا. مجنون البرازيلي. علشان يلعبوا ضربات الجزاء والبرازيل تكسب، والله تكسب. وادريانو كان هداف البطولة ب7 أهداف. وبعد البطولة ب9 أيام أبوه يموت بسكتة قلبية، ومن هنا كل حاجة اتغيرت. أدريانو طبعا كان متعلق بوالده جدا لأنه كان الوحيد اللي مؤمن بيه وبيساعده دايما، بس خلاص مات. ووقتها أدريانو كان معاه خافير زاناتي كابتن انتر ميلان طبعا، ووقتها قال إن أدريانو من بعد خبر الوفاة ما بقاش هو أدريانو خالص، بقى حد تاني تماما. بس زاناتي جدع وكان بيعامله كأنه أخوه الصغير. وفي موسم 2004 2005 الموسم الأقوى في مسيرة البرازيلي سجل 28 هدف، منهم 10 أهداف في دوري الأبطال، وفاز بكأس إيطاليا على حساب روما. مش بقولك الموسم الأقوى في تاريخه. بعدها جه يسافر علشان يلعب كأس القارات، بس المرة دي مفيش بابا عشان يقوله دعيلي، بس بالرغم من كده هو كسب مع المنتخب كأس القارات وسجل 5 أهداف، وكان هداف البطولة وكمان أفضل لاعب. مجنون البرازيلي. ونبتدي موسم 2005 2006 أدريانو سجل 19 هدف وصنع 8، وكسب الدوري الإيطالي وكسب بعدها السوبر الإيطالي. والناس قالت لك بس هو ده المهاجم اللي ملهوش زيه وهيبقى الأفضل في العالم، بس ده طبعا ما حصلش، ما هو مجنون البرازيلي. في موسم 2006 2007 ابتدى يسهر ويسهر وبقى يلعب بوكر ويشرب جلوكر، والدنيا باظت خالص. وهو كان كده من بدري، بس ابوه كان بيعرف يوقفه عند حده، انما دلوقتي خلاص مفيش بابا، وعلشان كده سجل الموسم ده 6 أهداف بس. وفي موسم 2007 2008 وفي الدور الأول لعب 4 ماتشات ومشاكله كترت، ولا كأنه ولا سانشو بتاع اليونايتد، وطبعا ما كانش بيروح المنتخب، يعني هيروح ازاي؟ ده ما بيلعبش. وأدريانو وقتها عمل مشاكل مع مانشيني مدرب الفرقة، فجه مراتي ملك النادي قالك احنا نطلعه إعارة وربنا يهديه. وقتها كان جاله عرض من مانشستر سيتي بس رفضه، وراح ساو باولو البرازيلي ولعب 10 ماتشات
وسجل 6 أهداف، وكان وقتها ما بيلعبش كتير علشان كان عمال يتخانق حرفيا مع أي حد يقابله في النادي، ولما عاقبوه ساب التمرين وروح. ما هو مجنون البرازيلي، وطبعا مشي ورجع الانتر لأنه كان إعارة، وده آخر موسم معاهم، وكان بيشارك في ماتشات قليلة جدا، بس سجل 7 أهداف وصنع 3. وبعد ما الموسم ما خلص مشوه وراح فلامينجو البرازيلي، حيث البيت وناسه والخمسة 6 اللي احنا منهم، وبالتالي قالك في داري لازم أبقى محترم. وفعلا ما عملش حاجة ولا ضرب حد، وركز في الكورة وبس، وسجل 23 هدف، وكان هداف الدوري، وجاله بعدها عرض من روما، وفعلا راح، والناس قالت لك بس هو ده موسم الانتقام، وهنشوف أدريانو نسخة ناصر الدسوقي. وللأسف رجع عمل مشاكل تاني. يا اسطى انا زهقت منك والله، يعني لعبت 5 ماتشات مع روما وبعدها مشوك، انت عايز ايه طيب؟ وبعدها راح كورنثيانز البرازيلي، وكانت الصفقة ببلاش من غير اي فلوس، ووقتها كان اسوأ فترة للبرازيلي، كان في علاقة توكسيك، وبقى بيشرب كل حاجة تيجي في بالك، مجروح البرازيلي. وبعدها بسنة اتفسخ عقده مع النادي، وقعد في البيت حرفيا لحد ما جاله عرض بعدها ب5 شهور من فلامينجو، وراح طبعا ببلاش، وعيني عليه باردة، ما كملش كام شهر ومشوه، ورجع تاني في البيت، وبعدها جاله عرض من اتلتيكو بارانايسي، وطبعا عارفين العقد هيتفسخ والباشا هيقعد في بيتهم، بس المرة دي قعد 1 و7 شهور في البيت لحد ما جاله عرض في 2016 من انتر ميامي الامريكي، ويدوب 4 شهور راح قالك بس انا اكتشفت حاجة، ان الكرة دي مش كاري، واعتزل أدريانو الموهبة البرازيلية اللي اتكلم عنها العالم كله. ونعتقد ان لو استمر بمستوى 2005 كان هيبقى من الافضل في تاريخ الكورة، بس هل وفاة ابوه اثرت؟ وليه ما اثرش بشكل ايجابي انه يكون افضل ويقدم مستوى قوي ويحافظ على ادائه وما يعملش كل المشاكل دي؟ وهنا نروح لحتة العقلية واللي هتستمر معانا في السلسلة دي. ممكن تكون امهر لاعب بس ما عندكش عقلية اللاعب الناجح فتفشل، وممكن تكون لاعب عادي خالص بس بتحاول دايما انك تطور فتبقى افضل لاعب. هي عقليات، وهو ادريانو، وانت حبيبنا واحنا كورنر، وتوصل بالسلامة.